السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل حال. عايزه اقول لكم بقى الفيديو بتاع النهارده فيديو مهم كده، ووصفه جميله وسحريه، وصفه خطيره. يعني الوصفه ديت علشان خاطر ان احنا نتخلص من الحروق بتاعه الشمس والتصبغات، والناس اللي هي عندها بشرتها بتلتهب وبتحمر، سواء انت كنتي في المصيف او بتتعرضي للشمس كتير. يعني انا عايزه اوريكم ايدي، بصوا الفرق. هاتي كده هنا، بصوا شايفين؟ اظن في فرق يعني. اهو عايزه اقول لكم انا ايدي كل ما بتعرض للشمس، يمكن ايدي الوحيده اللي بتتاثر بالشمس على طول. فانا لازم الماسك دوت من احلى الماسكات اللي انا جربتها، هو الماسك دوت اللي فرق كتير جدا معايا. انا هقول لكم عليه، واول ما الماسك دوت جاب نتيجه انا ما استخسرتش فيكم. عايزه اقول لكم اول حاجه معانا هي بيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم يا جماعه انا هاخد منها، بصوا يعني يعني ما بين نص معلقه لربع معلقه بيكربونات الصوديوم. عايزه اقول لكم ان هي بتساعد على انها بتزيل الخلايا الجلد الميته، وبتحافظ على البشره، بتخليها نضره، وكمان بترطب البشره كويس قوي بعمق، وبتبيض البشره. بس يا رينا وبتخفف من ظهور الرؤوس السوداء لو انت هتستخدميها على وشك بس، لكن الوصفه دي تصلح لاي حاجه في الجسم. وبتساعد كمان على ان احنا نتخلص من البقع الداكنه اللي بتبقى موجوده في البشره، وكمان بتساعد على لو في اي روايح مش حلوه موجوده على الجلد بتاعنا ان هي بتتخلص منها. فده مكون اساسي معانا، ومكون حلو قوي قوي. تاني حاجه معانا يا حلوين اللي هو النشا. واللي معانا دلوقتي اللي هو تاني مكون اللي هو النشا. طبعا كلنا عارفين ان النشا فيه نسبة كبيرة جدا عالية من البروتين. ده بيساعد على ان هو بيحفز انتاج الكولاجين للبشرة، وبيساعد طبعا على نضارة البشرة، وبيأخر ظهور التجاعيد. وايه تاني؟ وبيساعد على تخفيف الاحمرار اللي بيبقى موجود في البشرة او تهيج البشرة. بيساعد في ان هو بيخلص بقى البشره من الزيوت الزايده، وخاصه ديت للبشره الدهنيه، فبيخليها ايه، بشره متوازنه. وبيساعد كمان على ازاله بقى الجلد الميت، وبيعالج التهابات الجلد. يعني ليه فوائد جباره. وطبعا الحاجه الاساسيه اللي احنا بنستخدمينها في الوصفه دي علشانه ان هو بيبيض البشره بشكل كبير، وبيفتح، لانه كمان بيحتوي على فيتامين الف على فكره كمان، ودوت مسؤول عن تجديد الخلايا بتاعه البشره، وبيساعد على توحيد لون البشره. اهوت طبعا النشا بقى، اي نوع نشا موجود عندك اهو، او زي ما بيقولوا عليه اللي هو البوب كورن. هاخد معلقه كده حلوه، بس دي عشان صغيره هاخد كمان حبه اهو. طيب المكون بقى اللي بعد كده هنحطه كمان، المكون اللي بعد كده معانا اللي هو الليمون. او تعالوا نحط الاول المواد الجافه مع بعض. هنحطه لبن، استنوا بفتح بس الكيس عشان اللبن البودره كان خالص من عندي، فجبت كيس عشان اعمله. الوصفه دي يا جماعه عايزه اقول لكم انا بستخدمها تقريبا يوم بعد يوم. لو انت مش مستعجله، او مش بيحصل لك اسمرار في ايدك، او بشرتك زي ما بيحصل كده مثلا في ايدي، يبقى انت تستخدميها مرتين في الاسبوع. لكن انا بالنسبه لي انا بستخدمها يوم بعد يوم، وكلها حاجات مكونات صحيه حلوه جدا. طيب بصوا بقى اهوت لبن البودره. تمام، ادي لبن البودره. لبن البودره بقى يا جماعه عايزه اقول لكم طبعا كلنا اكيد عارفين فوائده، واللي مش عارف انا هقولها سريعا عشان كله يعرف. ده بقى عامل كبير جدا جدا في الوصفه ديت، لانها بتساعد على تبييض البشره. لان لبن البودره ده بيحتوي على حاجات كتيره جدا، مواد فعاله قوي، زي فيه دهون، وفيه اوميجا 3، وفيه فيتامين الف، وكل العناصر ديت ضروريه قوي لتفتيح البشره واعاده الاشراق والنضاره للبشره، بجانب انه بيرطب كمان البشره. طيب المكون بقى اللي بعد كده، في مكون انا هحطه، انتوا لو عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين تحطوه ما تحطوش. المكون دوت اللي هو عندي
اي كريم تفتيح. انا اخترت من عندي كريم برش. اشمعنى كريم برش؟ لان لقيت المكونات بتاعته، بصوا اهو زي ما انتم شايفين، في كولاجين وفي بنسلين وفي فيتامين سي، يعني الحاجات اللي فيه حاجات كويسه جدا، لان هي بتساعد على تفتيح برضو البشره. فانا هاخد منه كده اهو، اللي هو برضو تقريبا معلقه. لو انت مش عايزه تحطي، ما تحطيش في الوصفه ديت الكريم دوت. طيب ايه اللي معانا كمان بقى هنستخدمه معانا ايه؟ ايوه، معجون الاسنان. اي معجون اسنان عندك، بس انا بالنسبه لي انا اخترت معجون الاسنان اللي هو كومبليت 8. ليه بقى؟ اشمعنى؟ هقول لكم ليه. سيجنال بس كومبليت 8. بصوا، لان بصوا المكونات بتاعته فظيعه، بيكربونات الصوديوم، وفي اكليل الجبل الطبيعي، وفي خلاصه النعناع، وفي ايه تاني، وفي الزنك. فالحاجات دي كلها حلوه جدا 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 للبشره، وبيساعد على تفتيح البشرة، لان احنا اصلا بنستخدموه علشان يحمي اسناننا وعشان يفتحها من اي اصفرار موجود فيها. هناخد برضو معلقة كده اهي زي ما انتم شايفين. الخطوة ديت مهمة جدا، اللي هو معجون اسنان. زي ما قلت لكم، لو عايزين تستغنوا عن اللي هو خطوة الكريم مفيش مشكلة، او ما عندكوش مثلا كريم خاص بالتفتيح مفيش مشكلة، لكن الخطوة دي مش هنقدر نستغنى عنها. طيب المكون بقى اللي بعد كده اللي هو ميه الورد. طبعا ما نقدرش نستغنوا عن ميه الورد، وميه الورد يا جماعه اللي هي تبقى مخصصه للبشره. انا بستخدم ايفا تحفه جدا وحلوه جدا ميه الورد بتاعتها. ميه الورد كلنا عارفين ان هي بتستخدم في ترطيب البشره، وبتعالج التهيج واحمرار البشره. عايزه اقول لكم، لو انا رحت مشوار او انا لما كنت راجعه من البحر قبل ما كنت اجيب الافتر صن، كنت عامله مكعبات من الميه الورد ديت بدل مكعبات التلج، وكنت باخدها وبحطها على وشي. فظيعه فظيعه فظيعه. عايزه اقول لك انتعاش وترطيب وراحه، وبتهدي الاحمرار والتهيج اللي بيبقى موجود في البشره، فحلوه جدا. فدي انت تستخدميها حتى كده من غير اي حاجه، ميه الورد. بتزيد برضو من نعومه البشره، وبتزود من نضارتها، وبتساعد برضو في تفتيح البشره، وما بتخليش الجلد فيه جفاف. انا هستخدم هنا المعجون مش راضي ينزل. يلا بسم الله، مش مشكله هحط عليه اهو. هاخد انا، بصوا انا مش عايزه الوصفه تكون سايله، يعني لما اجي احطها مش عايزاها تبقى سايله. فانا خدت كده دول وهفضل اقلب لحد ما اشوف. لو لقيتها متماسكه خلاص انا مش هحط تاني كده حاجه. ده كده انا ممكن ازود كمان شويه نشا او كده برضو يعني. والمكون بقى اللي هو الاخير، ومش معنى ان انا قلت المكون الاخير بقى تقفلي الفيديو، لا استني عشان اوريكي هتحطيه ازاي وتستخدميه زي قد ايه زي ما قلت لك اهو. هتجيبي بقى نص ليمونه. ادي نص ليمونه. الناس اللي هي يا جماعه عندها تحسس في بشرتها من الليمون، بلاش خطوه الليمون خالص. بس طبعا احنا عايزه اقول لكم ان الليمون فوائده جباره جباره جباره، فهتبقى تحفه طبعا لو اتحطت في الوصفه دي. الليمون دوت اصلا مضاد للاكسده زي ما كلنا عارفين، وبيزود الكولاجين، فطبعا بيساعد على ابطاء علامات الشيخوخه والتجاعيد، وبيجدد الجلد، بيخلصنا من الترهلات اللي موجوده في الجلد، بجانب انه منظف طبيعي للبشره. يعني ولا نقوله بقى ولا الغسول بتاعنا، ولا ده منظف طبيعي. بيفتح كمان البشره بشكل كبير، وبيقلل من البقع الداكنه وتصبغات البشره. انا هقلب كده. انا هكون محتاجه كمان ممكن حاجه بسيطه بس من النشا. خلاص كده انا كده بقى هقلب. وانت بقى هتستخدميها ازاي؟ على فكره وصفه امنه جدا جدا جدا، انت ممكن تستخدميها مش للبشره بس، مش لوشك بس، انت ممكن تستخدميها لاي مكان في جسمك عادي. كويسه جدا 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 اهي كده. كل المكونات اندمجت كويس جدا زي ما انتم ما شايفين، بقى قوامها كده كريمي. طب انا هستخدمها بقى ازاي؟ انت هتجيبي يا اما فرشه، عندك انت ما عندكيش فرشه يبقى هتستخدمي اهي بايدك عادي. انا عندي الفرشه اهو،
هتحطيها في الفرشة، وبعدين على ايدك اهي، بسم الله. طبعا بقى على ايدك، على بشرتك. انا بالنسبه لي اكتر مكانين انا بستخدمها فيهم اللي هو على ايدي وعلى بشرتي. طيب انا بقى هسيبها قد ايه؟ ما تقلش عن ربع ساعه يا جماعه. يعني انتي ما تحطيهاش 5 دقايق وتشيليها وتقولي دي وصفه اي كلام ما عملتش حاجه، لا. اسمعي كلامي، حطيها ما تقلش عن ربع ساعه، واغسلي بشرتك بعدها، وواظبي على الموضوع دوت. بصوا لو تلاحظوا انا بحط في ضوافري كمان، وواظبي عليها زي ما قلت لك، اقل حاجه يبقى مرتين في الاسبوع. انا بالنسبه لي يوم بعد يوم بحب احطها على وشي. ماسك طبيعي، وصفه طبيعيه تحفه، كل مكوناتها روعه روعه روعه. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنوني في فيديو جديد.